في قرية قديمة في أطراف الصعيد، الناس كانوا بيحكوا عن بيت مهجور على طرف الجبل. البيت ده كانت بتسكنه ست زمان اسمها زينات. زينات كانت ست معروفة بتعمل أعمال وسحر. الناس كانوا بيروحولها في السر. واحدة عايزة جوزها يحبها، واحدة عايزة توقع ما بين اخواتها، واحد عايز رزق. لكن في يوم زينات ماتت فجأة، ماتت لوحدها. وفي جنازتها محدش حضر غير اتنين من قرايبها. البيت اتقفل، لكن كل الناس كانوا بيقولوا ان هما بيسمعوا صوت بالليل، اصوات غريبة طالعة منه، همس، ضحك، واحيانا خبط على الشبابيك. الجريمة الاولى بعد 15 سنة من موت زينات، حصلت حاجة هزت القرية. بنت الصغيرة اسمها هدى، عندها 16 سنة، اختفت. أهلها دوروا عليها في كل مكان. بعد يومين لقوها مرمية ورا الجامع القديم. البنت كانت متجمدة من الرعب، عينيها مفتوحة ومتثبتة، وعلى ايديها خطوط حمراء مرسومة زي الطلاسم. الطبيب قال إن البنت ماتت بسكتة قلبية، لكن الكل كان متأكد إن في سحر في الموضوع. بعد شهر، واحد اسمه منصور، راجل كبير معروف إنه تاجر مواشي، اتقتل في بيته. الناس لما دخلوا لقوه واقع على الأرض، وحواليه دايرة مرسومة، كانت مرسومة بالدم. وعلى الحيطة كان مكتوب بالدم: اللي يلمس حقي دمه مرهون. والأغرب إن جثة منصور كانت ملفوف حوالين رقبته حبل زي اللي كانوا بيستعملوه زمان في طقوس السحر. الناس اتجمعت وسألوا مين اللي بيرتكب الجرائم دي. كلهم راحوا ناحية بيت زينات. في ناس قالوا إن شافوا ست لابسة أسود بتدخل البيت بعد نص الليل، لكن مفيش حد قدر يواجهها لحد ما الشيخ إبراهيم إمام الجامع قرر يدخل البيت مع شابين من القرية. أول ما دخلوا شموا ريحة بخور خانقة. الحيطان كلها كانت مليانة طلاسم مرسومة بالفحم، لكن اللي صدمهم إنهم لقوا صندوق خشب جواه عرايس قماش، وكانت متخرمة بإبر، وكل عروسة عليها ورقة باسم شخص من القرية ذات نفسها. ولقوا عروسة تانية عليها اسم هدى اللي ماتت، وعروسة تانية باسم منصور. والأخطر إنهم لقوا عروسة جديدة باسم حسن. حسن ده كان ابن العمدة. قبل ما يلحقوا يحذروا حسن، سمعوا صوت صريخ جاي من بيته. لما دخلوا أوضته لقوه واقع على السرير، جسمه كله متغطي بخدوش كأن حيوانات هجمت عليه. وعلى صدره كان مكتوب بالدم: الدم للدم واللعنة باقية. القرية كلها غرقت في الرعب، محدش عارف يوقف اللي بيحصل. في ناس قالت إن زينات ما ماتتش، وإن في واحدة من تلميذاتها رجعت للبيت وكملت طقوسها. وفي ناس تانية قالت إن دي روح زينات نفسها بتنتقم من كل اللي خانها. لكن الحقيقة الصدمة ظهرت لما الشيخ إبراهيم فتح الصندوق للمرة التانية، ولقى ورقة جديدة لسه مكتوبة بخط إيد وحديثة: اللي دخلوا البيت دورهم جاي. ومن ساعتها اختفى الشيخ إبراهيم ومعاه الشابين اللي دخلوا معاه البيت، ومحدش عارف هما فين لحد النهاردة.